أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده أي من بعد موسى قلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. إذا سمعت واحد يقول لك اسكن يبقى يحدد لك مكان من الأرض، إنما يقول لك اسكن الأرض، طب ما هو قاعد في الأرض. إنما يقول لك اسكن مثلا بورسعيد، اسكن القاهرة، اسكن مصر، اسكن الأردن. فحينما يقول لك اسكن في كذا يبقى يحدد لك حدد لك مكان السكون. انما يقول له اسكن الارض يبقى معناها معناها انهم سيظلون مبعثرين مقطعين في الارض امما، فمش هيسكنوا في حته محدوده، ما يبقاش لهم وطن قوي. وده اللي كان كل بلد فيها فيها شويه، والبلاد اللي هم فيها شويه دي يشقوا باليهود ويتقلبوا عليهم ويقوم عليهم ده يقتل فيهم. ولذلك يقول الحق سبحانه: وإذ تأذن ربك أي أعلم، وإذ أعلم ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن هم هيفضلوا خميرة عكننة اليوم هي خميرة عكننة، إنما خميرة إهاجة لمين؟ إهاجة للإيمان وإهاجة لمين؟ للخير. فإذا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقد صدق، فإن الله قطعهم في الأرض قطعهم في الأرض أمما. طيب وبعدين اسكنوا الأرض وهيفضلوا مبعترين كده ما لهمش وطن قومي، يقوم يجيب جنود من الجنود الباطل يقولوا لا نعمل لهم وطن قومي، ويبتدوا يعملوا وطن القوم هنا ولا أوغندا ولا مش، ويستقر على أنهم يعملوا وطن في مين؟ في فلسطين، وعملوا لهم وطن. احنا بنظن ان دي نكايه فينا، لا، ان الله يريد حين يريد ان نضربهم الضربه الايمانيه من جنود موصوفين بانهم عباد لنا، ما يستطيعش الاسلام ان يجابههم في كل بلد من بلاد الدنيا، اي في الارض جميعها، نبعت شويه هنا وشويه هنا. لكن اذا اراد الله ان يضربهم الضربه يقوم يجيب في عندهم فكره التجمع. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي بقى ليسوءوا وجوهكم، اللي هي الاولى دي، فاذا جاء وعد الاخره يعمل يا ربنا عشان يجي ليسوء وجوههم؟ جئنا بكم لفيفا، يعني جمعناكم في حته عشان تبقى الضربه موجهه لمين؟ لان الانسان ما يقدرش يواجه العالم كله ويروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها جاليه او لهم فيها حاره او لهم فيها حي او الى اخره. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي مين؟ اللي هي جت في الاولانيه، فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم. اذا ففكره التجمع اللي نادى بها بلفور وايدتها بريطانيا وايدتها امريكا وايدتها الدول كل المعاديه للاسلام دي عشان دي خدمه لقضيه الاسلام. الخدمه؟